بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني، اليوم عندنا عملية فرز لخلايا النحل لعسل السدر اللي هو في تقريبا منتصف الشهر العاشر. واحنا الان جبنا الاطارات من الخلايا وقشطنا الشمع. اذا تلاحظون هسه الشمع مقصود، قشطنا الشمع ووضعنا الاطارات بالفراز لغرض الفرز. بعد ما وضعناه هنا نقوم بعملية تدوير الفراز. في البداية يكون التدوير هدوء ومن ثم نسرع شوي. وهنا في الحقيقة ينتاج عسل السدر بصفة مهمة، ألا وهو نلاحظ هسه هنا نلاحظ جوا، هنا جوا نلاحظ اللون العسل، لون العسل مائل إلى اللون الكريمي، يعني يختلف عن لون العسل الطبيعي اللي هو جوزي، وقد يكون مائل إلى البياض ويبقى تقريبا 15 يوم يلا يرجع إلى عسل لونه الطبيعي. وهذا دليل على أن هذا هو عسل السدر. بينما بقية الأنواع العسل من الفرزة يكون بلون الطبيعي اللي هو الجوزي، سواء كان فاتح أو غامق. أما لون السدر فيكون لون كريمي. بعد ما عملية تدوير هنا شو نسوي؟ إنه بعد نرفع الإطارات ونقلبها على الوجه الثاني ومن ثم نعيدهن إلى الخلية. وبعدين نرفع الخلية. هنا هسه اخواني لا تلاحظون هاي هسه هنا، شوف هذا مي دافي وهاي سكينة القشط، ونقشط الشمع، نقشط الشمع من الإطارات. وإذا تلاحظون انتم ومن ثم نوضع هذا الإطار في الفراز ونرجع الإطار اللي فرزناه. ونلاحظ هذا مختوم. مع عملية القشط وتسهيل عملية خروج العسل من العيون السداسية. ومن ثم نضعه في الفراز. والإطار اللي فرزناه مثل ما قلنا رجع طبيعي. وهكذا نستمر بهاي العملية لبقية الخلايا، ونبدأ بالتدوير ونكرر نفس العملية على الوجه الثاني إلى أن يتم إفراز كل الخلايا. أتمنى أن أكون قد قدمت شيء بسيط أو جزء بسيط من هذا الفيديو لمساعدة بعض الإخوان الحالين، وخاصة اللي في بداية مشوارهم في النحل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.